السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ ساسي. بسم الله. ورجعت من السوق مهدوده ومكسره ومفشفشه. يوم السوق ده بيبقى يوم صعب. معايا خل وانا بتكلم بقى ميه وعليها خل. دايما يوم السوق ده بيبقى يوم الفشفشه العالمي، لان مش بيكفي المشوار والشيل. لا، لما باجي لازم انضف كل الخضار بتاعي، لان انا ما بحبش ان انا اقعد كل ما احتاج حاجه من التلاجة اقعد اغسلها، لان انا كاليوتيوبر دايما برضو بيبقاش عندهم وقت كتير. فانا بحب دايما اطلع طماطم، اطلع بتاع مش عارفه ايه، على طول يكون نظيف. هنحط الطماطم بتاعتنا بسم الله. وزي ما قلت قبل كده يا جماعه، احسن طريقه لتنظيف الخضار والفاكهه هي الخل، وده انا شفته قبل كده زي ما قلت لكم على قناه الناشونال جيوغرافي، اللي هو الماء المخفف، لا الخل المخفف الخل المخفف بالماء. يمسكوا الفاكهه كده ويرشوها معاهم بخاخه ميه كده فيها خل، ويرشوا بيها الفاكهه، فيلاقوا ان ايه بنسبه 99 وشويه كده ان هي بتبقى نظيفه يعني. فدي احسن طريقه للتنظيف. انا هو بيبقى يوم فرهضه، بس برتاح بعد كده بقى ايه طول الاسبوعين او الاسبوع 10 ايام على حسب ما الحاجه بتاعتي تخلص. مش عارفه اودي الطماطم دي كلها فين بصراحه. عندي طماطم في التلاجة، عندي تقريبا 2 كيلو. هعمل محشي بقى، اشد الايه، هستخدم القدام الاول لاني جايباهم من كام يوم كده. كنت معديه كده في مكان برضو فيه سوق صغنن كده، اشتريت 2 كيلو عشان ما انزلش السوق وبرضو نزلت 10 دقايق بس اسيبهم فيها. هنا بقى نحط الفلفل بحبه في البيت ناكله جنب هعمل بقى ان شاء الله برضو محشي. انا جايبه فلفل صغنن وفلفل كبير. الصغنن ده عشان انا بحب المحشي. هعمل محشي بتنجان باذن الله. نعمله مع بعض. اللي عايز نعمل محشي بتنجان في اليوميات واصور اليوم بتاع محشي البتنجان، بيبقى يوم مرمطه ده اكتبوا لي في التعليقات. فبحب المحشي البتنجان يبقى صغنن، مع ان انا لا سوري، هو اسمه ايه، البتنجان الفلفل بحبه كله يبقى صغير. فجايبه صغير وجايبه كبير عشان ما بحبش المحشي يبقى كبير كده. على قد ما قدرت الصغنن اللي لقيته اخدته. زقزوقه. جبت ليمون. انا عندي ليمون في الفريزر كتير، بس الليمون ده عايزاه علشان خاطر بحبه على السلطه. وفي نفس الوقت انا باخد قبل ما انام باخد كوبايه زبادي وعليها عصره ليمون قبل ما انام ب3 ساعات. ده بيساعد انه ايه في الدايت وكده. طبعا انا بوظت الدايت، بس يعني باخد اي حاجه صغيره من الدايت كده يعني. يختي مش راضي يتفتح الراجل، ربطها ربطه تقوليش مش هتتفتح. استنى هنحط الليمون عليهم بقى. نحط عليهم شويه ملح وخلاص ونخللهم، هيحصل ايه يعني وبعدين ايه نغرقهم تحت كده. يا عم انزل يا عم. هنقل الطماطم هنا. انا في الغالب ما بنقلهاش، باخد ده كله بروح عند الميه، بس انا عايزه ايه انقع مكان الميه دي المانجا، علشان على ما اخلص البرتقال، هو اسمه ايه، على ما اخلص اسمه ايه الطماطم، على ما اخلص الطماطم تكون المانجا اتنقعت بالمره. عشان بس ايه نختصر الوقت. الميه دي بتبقى ثابته ما بغيرهاش، بشيل منها واروح بقى ايه. انا بحب المانجا السكري جدا والزبديه، هما الاثنين السكري والزبديه بحبهم جدا، بس السكري بحبها عشان انا باكلها بقشرها بصراحه، ما بشيلش القشر بتاعها. وبعدين لازم تكون مسكره. لكن الزبديه ممكن ساعات الاقيها حادقه، والفتل بتاعتها برضو بتضايقني. هي الزبديه بصراحه بتبقى حلوه في العصير اكتر حاجه، وفي ان انا مثلا اشتغل بيها، هعمل بيها مهلبيه، حاجات من الحاجات اللي انا بعملها على القناه بتبقى الزبديه افضل، لان بيبقى لونها اورانج اكتر، والطعم بتاعها بيبقى حلو في الحلويات. هسيب الكباتن دول بس كده اوكي، على ما نروح ايه
نخلص الكباب. معلش الدنيا ميه هنا بوظت الدنيا. نروح بقى نخلص الطماطم بتاعتنا. معايا مصفى حطها في جنب وتحتها طبق. انا بتفرج عليا وتحت الميه بقى. بسم الله. معلش انا ما بحبش اصور هنا علشان بخاف الميه تطرطش على الكاميرا. البنات اللي لسه صغيرين، انا عندي جمهور كبير جدا من ال 14 و12، فهم ممكن يستفيدوا اكتر ناس بالفيديوهات اللي زي دي. كل واحده نمسكها كده ونحطها ايه في المصفى عشان تنزل ميتها. وقت ما احتاج بقى ايه طماطم اخد على طول السلطه، اشد على طول، مش لسه هغسل بقى. بحب دايما مجهودي اوزعه، يعني احب اعمل صلصه كتير، يعني دايما يبقى عندي صلصه طماطم بتقعد عندي مثلا من الصيف للصيف. يعني ممكن اجيب اسمه ايه بتاع الطماطم، كرتونه طماطم، كرتونه طماطم، ونقلل الميه عشان حرام. يعني في دلوقتي شح مائي وخناقات على الميه ربنا يسترها ان شاء الله. مش ممكن نعطش ابدا باذن الله. المهم لا ما تنزليش كده مفنتشه، ما بحبهاش مفنتشه. الميه ما بتنزل مفنتشه بتغرق الدنيا. بس فبجيب الطماطم بقى، واجيب مثلا ايه اللي هو العدايه الطماطم اللي هو القفص، واطبخه كله. ممكن اقعد يوم بحاله اطبخ فيه، بيتعبني جدا بصراحه، بيهد حيلي يعني. بس برتاح بعدين بقى، برتاح قدام ان شاء الله باذن الله. الطماطم ترخص شويه، وهنا نازله السوق مثلا بلاقي الطماطم رخيصه، ممكن اروح اجيب لي 15 كيلو واعمل مثلا اشيل 2 كيلو مثلا للسلطه، والباقي اقوم ايه ماسكاهم ايه اشيل الناشف واقوم ضرباه، اضربه بقى واعمله صلصه. التوم برضو احب اخزنه، مش كل ما اجي استخدم توم اقعد اجيب فصين توم وكده، يعني حاجات زي كده يعني. وبرضو هاخد كل الايه الخضار ده. لسه عندنا ايه القته. انا بحب القته جدا، ما بحبش الخيار. القته بتبقى مسكره وفي نفس الوقت بتعيش اطول في التلاجة، لكن الخيار روحه ضيقه وبيبوظ على طول. عماله تقول لي عسل عسل لما اشوف العسل بعد 10 دقايق بقى ايه اقوم ايه قلبها كده عشان يبقى كله نزل في الميه بخل. تمام. لازم يكون في شويه ضمير في الشغل. عندي طماطم في التلاجة اصلا، فعايزه استخدمها هي الاول، نضيفه هي برضو. بص انا هحطها هنا تمام عشان هي اللي تبقى على الوش، ما تبقاش هي تحت والجديد فوق فهي تبوظ. ثواني كده بعد اذن حضرتك. ضروري العلبه تكون ناشفه، ضروري تكون ناشفه عشان عمر الفاكهه والخضار يعيش اكتر، ما يبقاش فيها ميه، لان هي كمان بتعمل بخار ميه كل ما بتفتحيها وتاخدي منها. بحب انا اشيل حاجتي في علب، وكل علبه بتبقى حاجتها جواها. يعني حتى احط ايه تاني، حتى اللي هي الحاجات اللي هي الحلويات اللي انا بستخدمها، الكريم شانتيهات والنشا والكاكاو والحاجات دي كلها ببقى حطاهم في اكياس، وكل علبه ببقى حاطه فيها المجموعه بتاعتها وكاتبه على العلبه مثلا هنا شوكولاته ونشا وجوز هند كده. في يوم ممكن ابقى اوريكم الحاجات دي ان شاء الله. ببقى حاطاها في علب زي دي عشان ما اقعدش الف عليها، وبعدين ما بتاخدش مساحه كمان في التلاجة اللي هي الاكياس. فبرضو الفاكهه نفس الحكايه. هو فين استنوا نشيل دي ونجيب بقى ايه الطماطم بتاعتنا وفوطه. ثواني تعالي كده، فوطه نضيفه بقى كده اهو، ننشفهم. لازم تنشفيهم، ما ينفعش تدخليهم كده اوبس والا يبوظوا ما يعيشوش كتير. انا بحب اجيب الطماطم يعني شويه يبقى ناشف منها، لو انا يعني مش هستخدمها الا مثلا في السلطه او كده. في الغالب انا ما بستخدمهاش الا في السلطه في البيتزا، لان انا عندي صلصه يعني، وانا كل واحده هتقع مش معقول كده. انا الكاونتر انا غسلاه بالخل على فكره. دايما الرخامه بغسلها كويس بالليفه،
والصابون السائل، وبعدين بقوم واخده ايه شويه خل كده في ايدي واقوم مسحهم عليها. عشان كده يمكن كتير ياخدوا بالهم، لو حد بياخد باله يلاقي ان الرخامه بتاعتي بتبقى مغبره شويه، لانه مكان الخل بقى بيتشعب كده وما بينشف، بيدي خلفيه كده مغبره شويه. اخلي دي هنا كده عشان صغيره، شوف واحده كبيره عشان ما نضيعش ايه المسافات، لان كده كده مش هعرف اقفل العلبه. اول ما بجيب الحاجه مش ببقى عارفه اقفل العلبه، لانه الحاجه تبقى كتير، فبقفلها ايه بغطيها بكيس، كيس نظيف كده من اكياس اللي انا ايه ببقى اللي هي الشفافه، وبحطها في التلاجة وبسحب منها لما الاقي بقى ايه البتاعه قلت، الحاجه قلت اقدر اقفلها، بقوم حاطه لها ايه الغطا بتاعها، بكون غسلاه ومنشفاه وبحطه له. والله فيديوهات الروتين طلعت كويسه ولطيفه، يعني تغيير عن الواحد بيقدمه بقاله 6 سنين. انا نفسي والله زهقت، يعني انا قلت هجرب مره، وقلت يعني حسيت ان انا مش هعملها تاني بصراحه، لانه طلب مني كتير، بس لا انبسطت. يعني قلت طب ما انا بدل ما انا واقفه لوحدي وبعمل كل ده لوحدي، طب ما انا ممكن اعمله وانا واقفه مع الفانز. ممكن برضو اي حاجه صغيره اكون بعملها حد يستفيد منها، خصوصا البنات الصغننين اللي لسه صغننين. ساعات في بنات يقولوا انت بتجيبي طماطم شيري وبتاع، انا في الغالب والله يا جماعه مش بلاقي طماطم شيري في الماركت، يعني ساعات بلاقيها في الماركت في اللي هي في علب كده، او في اطباق فبر، بس كتير ما بلاقيهاش. ما بكون عايزه وصفه فيها طماطم شيري واكون نازله السوق بفضل ادور على دي بقى، بس بيطلع عيني على ما الاقيها. يعني الست بتاعت الطماطم تقعد تبص لي كده تستغرب انا باخد الصغير ده، ما تعرفش اللي فيها، معرفش ان انا باخد طماطم شيري بس بلدي. الشيري طبعا بتبقى غاليه، ده لو يعني لقيتها، في الغالب ما بلاقيهاش، بينزل منها كميات قليله. كيس بقى من الاكياس دي انا بحبها جدا، بجيبها بالكيلو، باخدها السوق برضو ساعات، بس ما بشتري فيها بحطها برضو جوه شنطه تكون سودا، عشان ما ينفعش الواحد يمشي ايه بل حاجته تكون باينه في الشارع. يعني بسم الله، بسحب منها بقى لما الطماطم بتنزل شويه، بقوم قافله ايه، حاطه الغطا وقافله، بس خلاص هندخلهم التلاجة. اليوم اللي بنزل فيه السوق بعمل بقى ايه فطار سريع، ده لو فطرت. بعمل الغدا برضو في الغالب، بنزل السوق بكون عامله قبلها بيوم، بكون عامله غدا يكفي يومين. انا ما بحبش دايما اعمل الغدا يومين، ما بحبش الاكل البايت، باستثناء شويه اكلات كده زي الملوخيه والباميه ايه تاني، المسقعه، دي اكلات تتاكل بايته، يعني هي المفروض تتعمل ونستناها تاني يوم. فبقى في الغدا النهارده ما عملتش حاجه، انا ما كنتش اصلا عامله حسابي ان انا هنزل النهارده السوق، هي طلعت في دماغي لما صحيت. ف هعمل بقى غدا خفيف، لسه والله مش عارفه هعمل ايه، لان مش قادره اقف. انا بحب انزل السوق بدري، يعني 9-10 في الرينج ده، في الغالب 10. هو بس ساعات بنزل متأخر لو هجيب سمك ماكريل، لان اللي بيبيع الماكريل خواجة بقى، بيفتح يعني بتاع 10:30 11. فبطلت بقى لو انا عايزه اجيب ماكريل، بطلت انزل بدري في اليوم ده، لانه بروح ما باخدش ماكريل، بضطر امشي باخد بولتي وخلاص. كتير يقولوا لي انت ليه ما بتعمليش مخللات واعملي لنا ليمون معصفر وكده. والله يا جماعه احنا مش غاويين مخلل في البيت، يعني انا المخلل بيتعبني، بينزل في رجلي بقى، بيتعبني جدا، مبقاش قادره اقف، وبتبقى نار بقى مع الحر، بتبقى سخنه زياده. فالزيتون يعني مش كتير برضو بجيب زيتون، يعني الزيتون برضو مش بجيب كتير، بحب الزيتون هو الكلاماتا، فبشتري برطمان، او لو ما لقيتش مثلا برطمان، ما لقيتش برطمانات النوع اللي انا بحبه، بقوم واخده كلاماتا من اللي هو الايه السايب، توزنهولي وخلاص. ننشف بقى ايه ما تبقى. بسم الله. يوه
طبعا فوط المطبخ دي يا جماعه لازم تتغسل كويس، وبغليها وبحطها في الغساله على درجه حراره عاليه، بس مش بحطها على درجه حراره 90، لانه يا جماعه درجه حراره 90 دي بلاش، نصيحه بالمره بقى. اللي هو مهندس الصيانه قال لي بلاش تعملي على 90، لان 90 دي مع الوقت بتخلي لا اله الا الله السخونيه اللي بتبقى موجوده جوه الغساله بتخلي المواسير والحاجه اللي جوه الغساله مع الوقت السخونيه دي بتخليها تزيت وتنزل زيتها وبتتبهدل. فقال لي تشتغل على درجه حراره 70، مش اكتر من كده ولا 80، حتى 70. هما بيقعدوا يعلوا درجات الحراره بس بتاثر بعد كده على الغساله، وتلاقيها ما تعيش، وتلاقيها حصل لها حاجات وساحت وناحت. خصوصا الاجهزه الجديده استهلاكيه، يعني الاجهزه غاليه وفي نفس الوقت مش بتعيش. خلصنا اسمها ايه، الليمون. نتدور بقى على الفلفل. اوبا دي اتفتحت، طب خليها للاخر دي عشان تبقى على الوش، عشان لو فضلت تحت ودول كمان الصغنن ده نخليه ايه عشان خاطر المحشي ما اقعدش ادور عليهم تحت. ناخد الكبير. بحب احط في الارضيه مناديل علشان خاطر اي ميه هي بتشربها، ده بيبقى كويس جدا. يقولك المفروض تبقى حاطه تحتها وفوق الفاكهه او الخضار، بس فوقها دي صعب يعني. بس استحموا وتنشفوا. ما اعتقدش ان انا هعرف اقفل العلبه، استنوا عشان بس ما افعصهمش. بجيب المانجا السكري دي، ببقى ماشيه بقى يعني ايه، هي يعني شايله كل حاجه في ايد واحده، ودي الواحده ما بتتخبط بقى خبطه ولا بتاع، ولا ايه واحده اتفتحت. يا بحب اجيبها ناشفه، ما بحبش اجيبها اللي هي المبجبجه دي، على ما باجي بتبقى مهلبيه ومربى. وفي حاجه تانية عايز تغسل فكروني. بصوا معايا البتنجان بقى، انا بحب البتنجان اللي اصغر من ده بس مش موجود دلوقتي، اللي هو الايه البتنجان اللي تلاقيه ايه يعني هو قد عقله صباع. ايه ده، هي الكاميرا ضاربه كده ليه؟ ثواني يا جماعه عشان بس نهدي الاضاءه. انا كنت معلياها عند الحوض لان مفيش اضاءه عند الحوض. كنت بقولك بحب انا المحشي اللي بيبقى في محشي بيبقى صغير كده، يعني بقعد ادور عليه لما بيتقطم ظهري والله. كل ما حد يجي واحده تكون بتشتري وتلاقيني واقفه بنقيه بالشكل ده، يعني تقولي الله يكون في عونك يا بنتي. بحب انا شايفين دي قد ايه، بحب اللي اصغر مني، بحبها تكون لحد هنا، يبقى اسود كده وزقنون. يا تاخدي الواحد على بق واحد على طول، ما بتقطميهاش. بحب انا اغسل الفاكهه في الصيف، لانه الحاجه لما طلعناها وهي مش نظيفه علشان ناكلها بناخدها نغسلها، فوانتي بتغسليها بتنزل السقوعيه بتاعتها، تيجي تاكليها تلاقيها بارده. لكن لما تاخديها نظيفه من التلاجة هتلاقيها ساقعه ومتلجه. زي العنب ما ينفعش اخد العنب مثلا واغسله عشان اكله، هينزل السقوعيه بتاعته، ولا المانجا ولا كل الفاكهه بصراحه. ثواني بس عشان ايه لو في حاجه كده ولا كده. المانجا دي احلى حاجه يعني الواحد ممكن ياكلها في الحياه، وبستغرب للناس اللي ما بياكلوش المانجا، هم قليلين بس عايشين على الكوكب برضو. يعني في ناس ما بياكلوهاش عشان خاطر ممكن عندهم حساسيه، فدول معذورين بيبقى نفسهم فيها يعني. لكن الناس اللي ما بياكلوش المانجا عشان مش بيحبوها يعني دول قلائل اكيد، يعني منقرضين بس موجودين على الكوكب يعني. خلاص خلصنا مانجتنا. المانجا لا دي طريه شويه، الناشفه اللي قوي هي اللي هتبقى تحت علشان تستحمل المانجا اللي فوق. انا عن نفسي ما بحبش احطهم فوق بعض، بس جايبه حاجات كتير لا كلها خايفه عليها. لازم احطهم فوق بعض عشان ما فيش مكان في التلاجات.
في دول عربيه، انا اتفاجئت ان في دول عربيه ما عندهمش مانجا، وانه بتروح لهم قليله وغاليه. ما كنتش اعرف والله خالص يعني. في سوريا يعني قالوا لي السوريين، اخواتنا السوريين، تحيه ليهم وربنا ينصرهم يا رب. قالوا يعني ان المانجا بتبقى حاجه نادره جدا، وبلاقي ناس يقولوا لي طعمها ايه. فالمانجا حاجه حلوه جدا يعني، من احسن الحاجات اللي حصلت في البشريه بصراحه. بتروحي العراق. انا فاكره اوبس فاكرين فيلم ايه مش عارفه مش عارفه ايه الفيلم بتاع اسمه ايه، القرموطي، ما كان بيبيع المانجا هناك، كل وغيظ الامريكان هي المانجا بتروح هناك، بس بتبقى غاليه برضو. اللي انا عرفته من اصدقاء ليا في العراق قالوا بتروح لهم بس غاليه جدا يعني. احنا برضو عندنا في حاجات بتجيلنا هنا بتبقى غاليه جدا، سبحان الله يعني. بتبقى في بلدها رخيصه بس عندنا احنا بتبقى غاليه. مش هعرف اقفلها بالغطا لما الحبه اللي فوق دول يخلصوا، الاربعه اللي فوق دول. مشكله بقى في العلبه لما بيتحط لها كيس كده، ما اقدرش احط فوقها اي حاجه يعني، خلاص ما اقدرش احط فوقها علبه تانية صغيره ولا اي حاجه، خلاص انتهى. نخلص ايه مفيش كده دليفري يخبط علينا دلوقتي، مش قادره اعمل اكل مش قادره. ما بجيبش اي دليفري من بعد الكورونا خالص، ولا سمك حتى مشوي. الخيار سبحان الله لونه جميل يعني. الواحد كان نفسه يبقى ايامه اللي هو في بطيخ زمان كده كان ملون زي ده، تقريبا اسمه النمس او حاجه. بنزلناش الانواع دي، هي موجوده في محافظات قليله بس كانت منتشره زمان. دلوقتي يوك كان معسل جدا يعني، كان بطيخ طعمه لطيف يعني. لا اهو، طب استني اكسرها وخلاص. انا محتاجه اصلا اعمل سلطه دلوقتي. اخر حاجه بقى فلفل اسمه ايه، بتنجان رومي. ان شاء الله ممكن نبقى نعمل مسقعه مع بعض كده، هتاخد 2 بس. طيب انا عندي احط الباقيين في الميه التانية بس. بقى نعمل مسقعه، عايزين مسقعه مصريه ولا مسقعه تركي؟ التركي اللي هي باللحمه المفرومه كده وبتبقى كلها ني. انا والله نفسي اعملها. اكتبوا لي في التعليقات يا جماعه عايزين ايه. هنعمل الاتنين بس ممكن ابقى في مره تانية بقى يعني نعمل التركي اما ابقى اجيب تاني، يا المصري اللي انتوا عايزينه. يا رب تكونوا اخر حاجه. انا تعبت. فاضل معايا الكوسه، مش هغسلها، بغسلش الكوسه بس ايه، احطها في كيس يكون شفاف، عشان لما بحط الحاجه في كيس اسود ما بعرفش هي ايه وما باخدش بالي، بتبوظ في التلاجة، بنساها بصراحه كده. ان شاء الله برضو ان شاء الله الكوسه دي برضو ايه نبقى نعملها في الايه مع المحشي. بس البطاطس هي الحاجه اللي قبل الاخيره معانا. طبعا البطاطس ما بتتغسلش، انا بشيلها في عندي علبه كده مفرغه، ما بحطهاش في التلاجة. في التلاجة ايه، ما بحطهاش ما بحطهاش في المطبخ، لان المطبخ عندي درجه حرارته تحت الغليان فوق الغليان فبحطها عندي في الاوضه بتاعتي لانه التكييف شغال على طول، فعلشان تعيش اطول وما تبصش. بحطها في علبه في مكان في ركن كده ما بتبقاش باينه علشان تعيش. عندي بطاطس تانية قديمه يعني بقالها يمكن اسبوع، فهخلص القديمه وبعدين اخد دي علشان خاطر دي ما تبصش. فدايما لما نجيب فاكهه او خضار على حاجه عندنا نخلص القديم وبعدين ناخد الجديد، علشان ده لسه قدامه فتره صلاحيه اطول من القديم. اهم حاجه واحسن حاجه البطاطا.
البطاطا انا بموت في البطاطا يا جماعه، ويعني ممكن اقعد بالليل كده اكل لي 3 كيلو 4 كيلو بطاطا. بتجوع، المشكله ان هي بتجوع ما بتشبعش. فالبطاطا كتير في السوق. انا بحب اجيب البطاطا الصغيره دي، ما بجيبش الكبيره اللي هي عامله قد كده دي، ما بتستويش في الفرن. حتى لو شرختها قطعتها نصين ما بتستويش، بتطلع بتقرقش. فبحب اجيب دي، ولو في اصغر من دي باخدها. ف انا جايبه بطاطا كتير. ثواني شوفي ايه الزقنن شويه نحطه هنا كده، عشان بس ايه ان برضو الميه دي ميه بخلي يا جماعه، نفس الميه مغيرهاش. دول بس ايه يطروا كده واعملهم واخلصهم. ممكن الباقيين ثواني احطهم هنا عندي في الميه التانية. خلينا ايه نخلصهم. انا بحب البطاطايه دي، هي دي اللي هي القصيره المنفوخه شويه دي، مدملكه دي. البطاطا بالليفه عادي اهي، بصوا، عشان احنا بنحب ناكلها بقشرها، فقشرها لازم يكون نظيف. طبعا الليفه لسه فيها شويه بريل خفيف، فدي بتبقى كويسه طبعا جدا موضوع البريل ده اهو. ايه نمرشها كده تبقى زي الفل. بصوا نضيفه زي الفل. في ناس بقى بيحبوا يقرشوها كده وهي يعني يسقعوها ويقرشوها. جربتها بصراحه بس ما حبيتهاش يعني. انا بسيبها بقى ايه، ساعات بعلقها في المطبقيه، بعلقهم في المطبقيه كده ايه من قفاهم كده، تذنبهم يقوموا ينزلوا كل ميتهم بسرعه. انا اصلا نصهم في المطبقيه، انا خلصت اللي هي الكميه الاولانيه. اهم حاجه في المشتريات بالمشتريات كلها التين الشوكي، عشقي الابدي. يعني انا من كتر ما باكل تين شوكي ممكن ابقى حاسه ان انا هبقى شكل التين الشوكي. طبعا التين الشوكي بيبقى فيه فوائد كتيره جدا جدا جدا، ما اناش عارفه ولا واحده منها والله، بس هو حلو يعني حتى لو ما فيهوش فايده. اخيرا خلصت كل الحاجات، والله شكلهم يفرح. يعني البطاطا يا دوب تدخل على الفرن ان شاء الله. تعبت شويه بس هرتاح قدام باذن الله. بتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده، وتكونوا استفدتوا حاجه وقضينا وقت لطيف وغسلنا الوانات كتير شكلها حلو. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم سيسي من مطبخ سيسي مصر. باي باي.